احنا كرجالة عندنا ميزة وساعات بتبقى عيب اننا بنعرف نفصل. يعني ممكن الفيشة تتشال ونقعد في حالة هدوء تام، لا بنفكر ولا بنحس. لكن البنت دماغها مفيش فيها زرار فصل، دماغها عبارة عن وصلات كهرباء كلها ملمسة في بعض، وتفصيلة صغيرة قد كده ممكن تفكرها بأحداث من سنين فاتت. تخيل كده انت قاعد في امان الله وسرحان في السقف، هي فجأة تسألك بتفكر في إيه؟ فتقول بكل براءة ولا حاجة. هنا بقى بتبدأ الكارثة. كلمة ولا حاجة دي عندها معناها انك مخبي مصيبة. بتبدأ تربط سكوتك ده بنظرة بصت لها للموبايل من ساعتين، وبإنك ما قلتلهاش كلمة حلوة وانت داخل من الباب. فجأة تلاقيها بتقولك أنا عارفة إنك زهقت مني وعايز تنهي الموضوع. المشكلة إن السيستم عندها بيربط التفاصيل ببعضها بطريقة مرعبة. لو اتأخرت في الرد 5 دقايق دماغها بتسوحها إنك كنت بتكلم حد تاني أو إنك زهقت منها، وتبدأ تبني على الفكرة دي أحداث وخناقات ملهاش علاقة بالواقع. البنت لما بتيجي تفكر في حاجة ضايقتها مش بتمسك الخيط من آخره، لا دي بتجيب بكرة الخيط من أول يوم اتقابلتوا فيه، وتبدأ تفكر في سيناريوهات كاملة مبنية على إحساسها هي. يعني ممكن تقولك أنت فاكر لما كنا في المكان الفلاني من سنة؟ انت بصيت بصة وقتها عرفت انك مش طايقني، وطبعا انت وقتها غالبا كنت جعان او بتفكر في الماتش، بس خلاص التهمة لبستك انك ما بقتش مهتم من سنة كاملة. اما بقى الموقف اللي بيخلي الواحد يلطم لما تستنتج استنتاج ملوش اي اساس وتصدقه وتعاملك على اساسه، زي انها تقولك أنت ليه كنت بتعاملني ببرود وإحنا عند أصحابك؟ وتكتشف ان البرود ده انك بس كنت قاعد ساكت بتسمع للي بيتكلم. هي بقى ترجمة سكوتك ده انك مكسوف منها او مش عايز تبين انك مهتم بيها قدامهم. فجأة تلاقي نفسك مطالب بتفسير لنوايا هي اللي اخترعتها، وتلبس تهمة انك مش سند ليها، او تلاقيها فجأة قلبت عليك عشان لايك عملته لصورة قديمة من سنتين بالغلط. دماغها تسوحها انك بتمر بفترة حنين للماضي وبتقارن بينها وبين اكس قديمة. المحكمة بتنعقد والحكم بيصدر بانك خاين للعهد في ثانية، لان دماغها مش بتسيب فراغ. لو انت ما اديتهاش التفاصيل هي هتملاه بسيناريوهات تراجيدية من تأليفها هي، وفي الآخر تلاقي نفسك واقف بتعتذر عن حاجة انت أصلا ما تعرفش انها حصلت غير في خيالها. وعشان تخرج من السيرك ده من غير خسائر لازم تملى الفراغات اللي في دماغها دي قبل ما هي تملاها بسيناريوهات تسوحكم. المنطق والسين والجيم مش هيوصلوك لحاجة، لأنها أصلا بتتحرك بمشاعرها مش بالواقع. فبدل ما تقعد تدافع عن نفسك في تهمة ما حصلتش وتثبت انك كنت نايم أو سرحان، اطفي النار اللي قايدة في خيالها بكلمتين يطمنوها. بوظ لها الحبكة التراجيدية اللي رسمتها بهدوءك واحتوائك، لأنها طول ما هي حاسة بالأمان الرادار اللي في دماغها ده بيهدى، وبكرة الخيط بتفضل مكانها من غير ما تتكعبل فيه.